ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. يشهد إقليم شفشاون منذ أواخر يناير وبداية فبراير 2026 وضعا استثنائيا جراء تساقطات مطرية قوية اجتاحت شمال المغرب، مما أدى إلى فيضانات واسعة وانهيارات أرضية مدمرة وعزل عشرات الدواوير الجبلية وانقطاع الطرق والكهرباء والاتصالات. ودخلت السلطات الإقليمية في حالة استنفار قصوى، حيث يتابع عامل الإقليم الوضع ميدانيا، متنقلا إلى المناطق المتضررة لمعاينة الخسائر وتوجيه التدخلات الاستعجالية لفك العزلة وتأمين الساكنة. وتصدرت جماعة تنقوب قائمة المناطق المنكوبة، إذ انهار دوار أغبال بالكامل يوم الجمعة 7 فبراير الجاري، وكان مشتملا على أكثر من 30 منزلا ومسجدين، بالإضافة إلى تضرر شبه كلي للطرق والمسالك جراء انجراف التربة. وفي جماعة تمروت اختفى دوار أبيار تقريبا تحت الانهيارات، بينما شهد دوار أبوتان انهيار منازل وعزلة خانقة مع تسجيل سقوط وانشقاقات أرضية في أصلحن وجبل العسري ودواوير أخرى، مما زاد من صعوبة عملية الإنقاذ. أما في جماعة باب برد فقد سقط أكثر من 10 منازل مصحوبة بتصدعات أرضية خطيرة تهدد استقرار المنطقة بأكملها. وفي باب تازة خاصة بدوار تنغاية تواصلت الانهيارات الأرضية ملحقة أضرارا بالطرق والمسالك والمنازل، إلى جانب سقوط الأشجار جراء الرياح والسيول على المحاور الطرقية. وبحسب المصادر الرسمية لم تسجل خسائر بشرية حتى الآن بفضل إجلاء السكان مسبقا، مثل إجلاء نحو 140 أسرة في بعض المناطق، لكن التحديات الرسمية مستمرة من مخاطر الفيضانات والانهيارات مع استمرار الطقس السيء، مما يصعب عملية الإنقاذ والدعم اللوجستي. وتعزى هذه الكارثة إلى عوامل مثل طبيعة التربة الجبلية الهشة والتغييرات المناخية التي تزيد من شدة التساقطات. هذه الكارثة تذكرنا بأهمية الاستعداد للكوارث الطبيعية ودور السلطات في تعزيز البنية التحتية. ما رأيكم في هذه الأحداث؟ هل تعتقدون أن التغير المناخي هو السبب الرئيسي؟